اغيثوني. شويه برد في عظمي هيموتوني. البرد اللي ما جاش في مناخيري، ما جاش في ودني، ما جاش في الترنتيشي، لازم يجيله في عظمي. اغيثوني، شويه برد هيموتوني. تخيل كده انك تكون الواد اللي العالم كله شايف فيك رونالدينو الجديد، وانت لسه في سن مراهقه، وكل كره تلمسها بتبقى هدف، وكل مهاره بتعملها تبقى ترند، وكل ابتسامه منك للصحفيين بتجيب ملايين المشاهدات. بس في لحظه كل ده يختفي، وكل الناس كانت بتكتب باسمك بقت بتسال نفس السؤال: هو نيمار راح فين؟ النهارده هنحكي القصه كامله من البدايه في سانتوس لحد المجد في برشلونه، والكابوس في باريس سان جيرمان، والنهاية اللي محدش كان متخيلها في السعودية. حكاية موهبة ما حصلتش تاني بس ضاعت بسبب الغرور والشهرة والإصابات. نبدأ بالفصل الأول، الحادثة اللي كانت هتنهي كل حاجة. في يوم من الأيام نيمار كان عنده ساعتها سنة، هو وأبوه كانوا راكبين عربية وكانوا راجعين من جبل، واليوم ده كان ممطر وكان في عاصفة والأجواء غير مناسبة للسواقة. المهم هما كانوا ماشيين وعمل حادثة عربية تانية. أبوه بيقول ساعتها: أنا مش مصدق ان احنا عشنا بعدها ازاي. دي كانت ترجمة اللي قاله. وبالمناسبة قال كمان اول حاجة فكر فيها هو ابنه، وامه خرجت من شباك العربية واحنا الاتنين في صدمة وبنردد نفس الكلمة: هو نيمار راح فين؟ فين نيمار؟ نيمار الناس اتجمعت وواحد منهم لقى نيمار مغرق بالدم وخدوه وراح المستشفى، بس عدت سليمة. ساعتها كان عنده جرح بسيط سبب كل الدم ده، ومن ساعتها ابو نيمار قال: انا اكون جنب نيمار لحد ما يحقق كل ما بيتمناه. الفصل الثاني، كرة الصالات، السر اللي صنع نيمار. نيمار اتولد يوم 5 فبراير 1992 في مدينة موغي داس كروز، مدينة صغيرة في ولاية ساو باولو. البداية هناك ما كانتش سهلة خالص. أبو نيمار كان لاعب كورة أكيد، كان مش مشهور يعني، كان لاعب مغمور، ومن هنا بدأ يعيش ابنه الحلم اللي هو ما قدرش يحققه. لكن نيمار قبل ما يبدأ كرة القدم الاحترافية كان بيلعب كرة صالات وكان مجنون بيها. بدأ مسيرته في كرة الصالات في سن مبكر مع سانتوس، وفي يوم شافوا الأسطورة زيتو وصمم إن نيمار ينضم لفريق الناشئين. ونيمار كان بيقول إن كرة الصالات علمته حاجتين: أول حاجة إزاي يتحكم بالكرة في المساحات الضيقة، والسرعة والقدرة على تنفيذ المهارات في المساحات الضيقة برضه. وده خلى نيمار لما يطلع على الملعب الكبير يبقى عنده مهارات ما حدش شبهه فيها خالص. الفصل الثالث، أول خطوة حقيقية، سانتوس يكتشف الموهبة. وفي سن 11 بدأ نيمار في الملعب الكبير مع سانتوس، النادي اللي خرج منه بيليه. ومن أول تمرينة المدربين قالوا: إحنا قدام موهبة استثنائية. لكن رغم إن نيمار كان صغير كان عايش ضغط كبير. أبوه وأمه كانوا بيضحوا بكل حاجة عشان يساعدوه. وفي فترة من الفترات العيلة اضطرت تسيب بيتهم وتروح تعيش في حي فقير جنب ساو باولو عشان يبقوا قريبين من النادي ويوفروا فلوس المواصلات. وفي لقاء صحفي نيمار قال في 2010: كنت بحس بالذنب كل مرة أبويا بيبيع حاجة من البيت عشان يجيب لي كوتش جديد. اللحظة دي خلت منه شخص بيكافح مش بس عشان الشهرة لكن عشان ينقذ عيلته من الفقر. الفصل الرابع، الانفجار المبكر. لما البرازيل كلها عرفت مين نيمار في 2009، نيمار كان لسه عنده 17 سنة. كان أول موسم رسمي ليه مع الفريق الأول لسانتوس، عمل اللي محدش كان يتوقعه. في الموسم ده سجل 14 هدف في 48 ماتش، ودي كانت أرقام كويسة بالنسبة لواحد لسه عنده 17 سنة. وكان باين في نيمار المهارة الغير طبيعية والثقة الجنونية عنده، وعند الجماهير البرازيلية اتجننت، والإعلام بدأ يقول: هو ده نيمار، هو الوريث الحقيقي لبيليه. صباح الفل عليك. ومن هنا بدأت ظاهرة جديدة في البرازيل اسمها نيمار. بقى نجم قبل ما يكمل ال 18 سنة، والإعلانات والمقابلات الصحفية كل يوم وصورته على أغلفة الجرايد. بس نيمار كان لسه طفل، والشهرة دي في الوقت ده كان سلاح ذو حدين: لا ترفعك سبع سما لا تنزلك سبع أرض. نيمار قبل ما يمضي أول عقد احترافي مع سانتوس كان قريب جدا من التوقيع لريال مدريد في 2006. هو عنده 14 سنة، راح أكاديمية مدريد وعمل فترة معايشة هناك، والمدربين اعجبوا بيه. لكن العيلة رفضت ورجعت البرازيل بسبب المشاكل المالية في الصفقة. تخيل ده بيحصل لواحد لسه عنده 18 14 سنة، وده إن دل إنهم كانوا واثقين في الواد ده
وقد إيه إنهم شايفينه وواثقين إنه هيغيّر حياتهم، وفي اللحظة دي بدأ العالم كله يعرف اسم نيمار جونيور، الواد اللي كان ممكن يموت في حادثة عربية، ده كان النجم الجديد للبرازيل، بس اللي ما حدش كان عارفه إن الشهرة اللي صنعته بسرعة هي اللي نفسها اللي هتبدأ تاكل فيه من جوّه، وتخلّيه دايمًا ما بين صراعين، بين صراع المجد وصراع الغرور، الفصل الخامس من الموهبة المحلية إلى ظاهرة عالمية. بعد موسم 2009 اللي قلب الدنيا فيه، البرازيل كلها بقت عايشة على صورة نيمار، كل أسبوع هدف جديد، كل يوم لقطة جديدة. لكن السنة اللي بعدها سنة 2010 كانت البداية الحقيقية للهوس. في الموسم ده نيمار سجل 42 هدف في 60 ماتش، أرقام ما كانش حد بيعملها في السن ده غير بيليه نفسه. الصحف البرازيلية بدأت تقارنه بيه وقالوا نيمار هو النسخة المحدثة من بيليه. الماتش اللي غير التاريخ بالنسبة لنيمار ماتش سانتوس ضد فلامينجو 5-4، الملعب كان مولع وكل كان مستني يشوف الموهبة نيمار قدام الأسطورة رونالدينو. الناس كانت فاكرة إنها تتفرج على متعة من جانب رونالدينو فقط، لكن اللي حصل إن الاتنين بدعوا. نيمار عمل كل حاجة ممكنة في الكورة، سرعة، مراوغات، لمسات خرافية وثقة ما تتوصفش. وفي لحظة الكورة جاته في نص الملعب سحب المدافعين كلها وراه ودخل جوه ال 18 وكعب خرافي سجل هو هدف عالمي، الملعب كله اتجنن. نيمار عمل كل حاجة الناس كانت مستنياها من رونالدينو في الماتش ده، ورونالدينو قال له أنت اللي تكمل المسيرة بعدها نيمار. الهدف بقى ترند على مستوى العالم، ونيمار خد بسببه جايزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم. ومن اللحظة دي ما بقاش بس نجم برازيلي، بقى اسم عالمي وحديث كل الصحف. واللي حصل بعد الماتش ده إن رونالدينو هو اللي طلب بنفسه يتصور معاه، وكان في برنامج برازيلي الواد ده عنده نفس اللي كان عندي وأنا صغير ويمكن أكتر. الكلام ده نزل على نيمار زي النار لأنه كان مثله الأعلى، ومن بعدها بدأ يعيش يفكر إنه خليفة رونالدينو الحقيقي. بس الفكرة دي كانت سلاح ذو حدين لأنها زرعت جواه شعور بالغرور. الفصل السادس سنة المجد سانتوس بطل الليبراتادوريس في 2011، السنة دي كان سنة المجد الحقيقي. سانتوس دخل البطولة وهو مش مرشح أصلا، لكن بفضل نيمار قلب كل التوقعات. في كل ماتش كان بيعمل حاجة مختلفة، في الماتشات الصعبة كان بيحسمها، وفي النهائي ضد بينارول الأوروغوياني سجل هدف في الماتش ده وسانتوس كسب البطولة بعد غياب 48 سنة. ونيمار بقى أصغر لاعب يقود فريقه لتحقيق البطولة من أيام بيليه سنة 1963. وفي النهاية نيمار خد جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية. في الفصل السابع برشلونة بتكسب سانتوس كان بعنوان الصدمة. سافر سانتوس لليابان عشان يشارك في بطولة كأس العالم للأندية. في الماتش الأول كان ضد كيشو ريسول الياباني، ونيمار سجل جون وساعد فريقه في الفوز 3-1 علشان يصعدوا للنهائي ضد برشلونة. بيب والعالم كله منتظر ميسي أحسن لاعب في السنين اللي فاتوا ضد نيمار الجوهرة البرازيلية. نيمار دخل الماتش ده وهو متحمس، كان حاسس إنها فرصة إنه يثبت إنه على كان حاسس إنها فرصة إنه يثبت للعالم إنه هو الموهبة الأفضل. لكن حصل عكس كده تماما، برشلونة اكتسحت سانتوس 4-0 وميسي سجل هدفين، بس ده ما ينكرش إنه كان ظاهر بشكل كويس في الماتش ده. وبعد الماتش ده نيمار عرف معنى الكرة الحقيقي، والليلة دي كانت نقطة تحول. نيمار عرف إن اللي كان بيعمله في البرازيل مش كفاية علشان يكون الأفضل في جيله، ومن اللحظة دي بدأ حلم أوروبا يكبر جواه. وبعد الماتش ده بيب جوارديولا راح لنيمار وقال له انت لعيب عظيم بس لازم تلعب لعب جماعي شويه. الكلمه دي علقت في نيمار والكلمه دي علقت في دماغ نيمار لما رجع البرازيل. ايه بقى؟ ربنا مدينا 5 حاجات حلوين: ايه هم؟ اللسان اه والعقل اه والسمع اه والقلب. ماشي. تمام، ادي كده 4. كده 4. الاخيره ايه بقى عشان نسيت؟ الكبد، الكلى، البنكرياس، اي حاجه. لا والله العظيم آه. الحب، ماشي انك تحب الناس وتحب الخير للناس. ماشي. بدأ فعلا يشتغل على اللعب الجماعي أكتر. الفصل الثامن ودع الأسطورة آخر موسم مع سانتوس في 2012-2013. في 2012 نيمار بقى نجم فوق النجوم، إعلانات وشهرة وجوائز لكن جوه الملعب بدأ يحس بالملل. الدوري البرازيلي ما بقاش يحمسه، ورغم كده أنا الموسم ده ب 43 هدف وفاز مع سانتوس بكأس السوبر البرازيلي. بس كل الناس كانت عارفة إن الرحيل جرب، يعني ريال مدريد وتشيلسي
وبايرن وبرشلونة كلهم كانوا عايزينه، والكل بيقول هو ده الوريث الشرعي لميسي ورونالدو. وفي 2013 بعد مفاوضات طويلة نيمار أعلن رسميا أنا اخترت برشلونة. سانتوس ودع أسطورته والبرازيل كلها خرجت في الشوارع تحتفل وتعيط في نفس الوقت. أرقام نيمار مع سانتوس من 2009 لحد 2013 عدد المباريات كانت 230 مباراة، سجل فيهم 136 هدف وصنع 70 هدف، وكسب مع سانتوس كوبا ليبرتادوريس وكاس البرازيل والسوبر البرازيلي. وفي اللحظة دي الكل شاف إن نيمار راح يعيش المجد الحقيقي، لكن محدش كان عارف إن دي بداية النهاية البطيئة. لأن اللي هيوصل برشلونة مش الطفل اللي بدأ من الصفر، ده نجم شايل على كتفه حلم البرازيل في كأس العالم 2014. وخليك معايا فاكر السنة دي هنرجع لها تاني. في الفصل التاسع بداية المجد ثلاثي الرعب ميسي ونيمار وسواريز. نيمار دخل برشلونة سنة 2013 وهو لسه شاب في بداياته، بس العالم كله كان مستنيه. وعايزك تتخيل معايا كده تبقى جاي من البرازيل من نادي زي سانتوس وتلاقي نفسك فجأة تتمرن جنب ميسي وتشافي ونيستا. البداية ما كانتش سهلة خالص. نيمار أول موسم ليه في 2013 2014 كان بيحاول يثبت نفسه وسط نجوم كبار، سجل في الموسم ده 15 جول في كل البطولات وصنع 11، بس واضح انه ما كانش في افضل مستوى بدني ليه، وكان محتاج يتأقلم مع اسلوب لعب برشلونة اللي كله تمريرات قصيرة ولعب جماعي. الاعلام الاسباني بدأ وقتها بالشك وقال ده فعلا لاعب يستحق 80 مليون يورو. الفصل العاشر موسم الانفجار موسم 2014 2015 سنة المجد الخالد. وفي الموسم ده نيمار بجد أثبت إنه مش مجرد مهارات على اليوتيوب. برشلونة وقتها كان عامل ثلاثي رعب ما بين ميسي وسواريز ونيمار، الام اس ان اللي عايش اوروبا كلها في رعب. في الموسم ده نيمار لعب 51 ماتش، سجل فيهم 39 هدف وصنع 10 اهداف، ارقام خرافيه ما كانتش الفوز. وده بدأ يظهر جوه إحساس بالظلم. مش عارف يا رب اللي بيحصل فيا ده ايه، حظ سيء ولا ذنوب بكفرها ولا ايه؟ أظن إن 13 دقيقة حلو كده، وعشان حاجة ما تبقاش طويلة ومملة. انتظروني الأسبوع الجاي من الجزء الثاني من حلقة نيمار، وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت حلو كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.